تايه في حياتك؟ طيب بقالك فترة كتيرة مشتت ومش عارف تعمل ايه بالظبط في حياتك وحاسس ان كل حاجة باظت وضاعت؟ ده تمرين كامل لعقلك على ان انت تركز وتخلص من التوهان والتشتت، بالتالي يبقى عندك وقت تشتغل فيه على هدفك وتقلل موضوع التوهان والتشتت في حياتك. اهلا بك يا صديقي في فيديو جديد. النهاردة اكلمك عن حل سريع كده في 5 خطوات لمشكلة التوهان والتشتت في حياتك. علشان تحل مشكلة التوهان والتشتت في حياتك فانت محتاج 5 خطوات بس. ال5 خطوات دي لما تلتزم بيهم هتلاقي فيه تحسن كبير جدا في حياتك وهتقدر ان انت تخلص من مشكلة التوهان. خلينا نبدأ معاك مع اول خطوة لحل المشكلة دي، هي ان انت تبدأ تحسن علاقتك بربنا، انك تهتم بالجانب الديني في حياتك. دي من اهم الحاجات اللي هتساعدك في انك تتخلص من مشكلة التوهان، وهتحس براحة نفسية كده والدنيا معاك هتبقى تمام، ودي بداية الطريق لحل المشكلة. هتبدأ تهتم بجوانب حياتك المختلفة، وأولها هو جانب الدين بحيث انت تبدأ تلتزم بالعبادات في حياتك زي الصلاة، وتبدأ تواظب على ورد يومي من القرآن. ده هيساعدك جدا ان انت تكون مرتاح نفسيا، وفي نفس الوقت هتبدأ تحل مشكلة التوهان في حياتك. تاني حاجة معانا، لو انت تايه في حياتك ابدأ اشتغل على هدف محدد. هات ورقة وقلم واقعد كده فكر في الحاجات اللي انت عايز تعملها الفترة الجاية، واكتب شوية اهداف. اكيد هيبقى عندك شوية اهداف حابب ان انت تحققها في حياتك، ايا كانت ايه هي الاهداف دي. ابدأ اختار هدف واحد بس من الاهداف دي واشتغل عليه في اطار زمني محدد. حدد وقت للهدف ده وابدأ اشتغل وركز على ان انت تنجز الهدف ده. تركيزك على هدف واحد وشغلك عليه هيساعدك ان انت تبدأ تنظم تفكيرك وتخلي تفكيرك في اتجاه واحد، وبالتالي حياتك هتبدأ ان هي تنتظم بجانب اهتمامك بدينك. الدنيا هتبدأ تظبط معاك واحدة واحدة. تالت حاجة، ابدأ ان انت اخلص بقى من العادات السيئة اللي في حياتك وركز على ان انت تشتغل على هدفك. زي ما اتفقنا ان احنا هنحدد هدف كويس جدا وهدف انت مهتم فعلا بتحقيقه خلال الفترة الجاية، وهتحدد مدى زمني معين تشتغل فيه على هدفك ده. هتبدأ بعدها علشان تعرف تحقق هدفك ان انت تخلص بقى من العادات السيئة او العادات السلبية اللي في حياتك اللي بتعيقك عن تحقيقك لهدفك ده، وتبدأ ان انت تضيف عادات إيجابية جديدة في حياتك. ومن العادات السلبية دي اللي بتضيع حياة معظمنا تضييع الوقت على السوشيال ميديا. لو انت بتعاني من مشكلة السوشيال ميديا انصحك بان انت تشوف الفيديو اللي فات اللي اتكلمت فيه عن حل للمشكلة دي، واللي هيساعدك بشكل كبير جدا انك تحل مشكلة تضييع الوقت على السوشيال ميديا، وبالتالي يبقى عندك وقت تشتغل فيه على هدفك وتقلل موضوع التوهان والتشتت في حياتك. ممارسة الرياضة، ايا كانت نوع الرياضة اللي انت حابب تضيفها لحياتك، سواء هتنزل جيم او هتتمرن في البيت او هتنزل تجري، المهم ان يكون عندك وقت ثابت للرياضة بشكل يومي وتلتزم بالوقت ده. ده يساعدك جدا في ان انت حالتك المزاجية تتحسن، وهتحس بسعادة وراحة نفسية برضو بجانب التزامك في العبادة، وبالتالي هتلاقي مشكلة التوهان والتشتت في حياتك بدأت تقل واحدة واحدة. ونيجي بقى الخامس واهم خطوة معانا، وهي القراءة. القراءة مش بس عادة إيجابية ومفيدة في إن هي بتفيدك في حياتك بإن أنت تبدأ تستفيد بمعلومات من الكتب اللي أنت بتقرأها، أو أيا كانت المقالات أو أيا كانت الحاجة اللي أنت بتقرأها. ده تمرين كامل لعقلك على إن أنت تركز وتخلص من التوهان والتشتت. لو أنت قرأت قبل كده وجربت تركز خلال وقت محدد على قراءة قدر معين من الصفحات، هتلاقي نفسك مركز وبدأت إن أنت تنفصل عن العالم، وهتنسى حرفيا كل الحاجات اللي كانت مشتتة ذهنك ومخلياك حاسس بتوهان. عشان كده لو انت لسه ما بدأتش ان انت تلتزم بالقراءة، انصحك انك تبدأ تضيف العادة دي لحياتك وتبدأ تلتزم بيها. حتى لو انت في الدراسة، وحتى لو انت حاسس ان وقتك ضيق، تقدر ان انت تبدأ تلتزم بالعادة دي ولو تقرأ صفحة واحدة بس في اليوم، ومع الوقت الصفحة دي هتزيد وهتبدأ تحب القراءة اكتر وتتعود عليها. ودي كده كانت 5 خطوات بسيطة حبيت اشاركها معاك علشان تخلص من التوهان في حياتك. اتمنى انك تكون استفدت، واتمنى برضو انك تفيدني برأيك في التعليقات، هل استفدت بالخطوات دي وهل ناوي تطبقها ولا لا. واشوفك على خير الفيديو الجاي.